بسبب اللقطه اللي عملها رونالدو امام الشباب. تخيل لجنه الانضباط في الاتحاد السعودي عملت ايه؟ رسميا قررت لجنه الانضباط والاخلاق التابعه للاتحاد السعودي لكره القدم ايقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراه واحده، وغرمته 30,000 ريال مقسمه الى غرامه 10,000 ريال و20,000 ريال لنادي الشباب السعودي تمثل تكاليف رسوم الشكوى، وده بعد فعل مشين تجاه جماهير الشباب السعودي. وكان رونالدو عمل الحركه دي ابو الكباتن علشان جماهير نادي الشباب كانوا بيستفزوه، كانوا بيرددوا ميسي ميسي، وده خلى اداره نادي الشباب انها تقدم شكوى الى لجنه الانضباط بسبب فعل رونالدو. وقبلت لجنه الانضباط والاخلاق بالفعل شكوى نادي الشباب ضد رونالدو شكلا وموضوعا، واستندت في قرارها بمخاطبه رونالدو والناقل الرسمي لتزويد اللجنه باللقطات الرسميه. وقررت اللجنه بعقاب رونالدو بالايقاف مباراه واحده و30,000 ريال زي ما قلنا. والقرار ده ابو الكباتن غير قابل للاستئناف، وهيلعب النصر مباراته القادمه يوم الخميس امام الحزم في دوري روشن السعودي. في رايك ابو الكباتن في قرار ايقاف رونالدو؟ انا بقى هقول لك كلمتين وده رايي بخصوص ايقاف رونالدو. كل الحب والاحترام والتقدير للشعب السعودي الجميل، اخواتنا وحبايبنا طبعا وعلى دماغنا من فوق. فعل رونالدو ده غلط؟ غلط. المفروض يتعاقب ولا لا؟ المفروض يتعاقب. خلاص تمام كده. رساله بقى الى الجمهور السعودي المحب والعاشق لكره القدم واللي بيحسبها بالمنطق كده، ويا ريت بالله عليك تخلي العواطف على جنب. اكيد انت عمرك ما هتنكر اللي عمله كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي والنقله الكبيره جدا اللي عملها. يعني الدوري السعودي كان حاجه، وبعد ما كريستيانو حط رجله فيه بقى حاجه تانية خالص. ولا انت ممكن تعترض معايا على الكلام ده؟ يبقى الراجل ده جاي بيعليني، خلى صيت الدوري السعودي بقى فين؟ بقى بيتابعوا ملايين البشر، وخلى كل نجوم العالم حرفيا تنتقل الى الدوري السعودي عادي جدا. اخبار بقى الدوري السعودي في كل حته والكل مهتم بيه وحاجه يعني اخر عظمه. كل ده علشان قيمه رونالدو جت في الدوري السعودي. يا راجل ده خلى اخبار الدوري السعودي كل العالم يتابعها. واكيد يا ابو الكباتن انت مش هتنكر ده. ليه بقى انت كمشجع سعودي بتحارب رونالدو، بتستفز رونالدو في كل مباراه؟ الراجل ده على من قيمه الدوري بتاعك. ليه مش قابله في بلدك؟ ليه كل ما تشوفه تستفزه وتقعد تقول ميسي ميسي؟ في لقطه كانت من مباراه الهلال، بص الجمهور الهلال كده وقال لهم مفيش ميسي هنا، انا رونالدو انا اللي موجود هنا. لسان حاله بيقول انا اللي اخترت الخطوه دي، انا اللي جيت هنا، انا اللي خليت كل نجوم العالم يجوا هنا. ميسي رفض يجي هنا. يا جماعه المفروض الراجل ده تحترموه اكتر من كده. ليه ما تدعموش حتى لو انت ما بتحبوش؟ الراجل اختارك انت، الراجل حب يلعب في الدوري بتاعك انت، الراجل على قيمه الدوري السعودي بتاعك انت. وليه اصلا انت مش معترف ان من غيره الدوري السعودي ما كانش هيبقى في المكانه اللي هو فيها دلوقتي؟ وبالله عليك لا تتكلم بالمنطق وبالعقل ونسيب العواطف زي ما اتفقنا على جنب. كريستيانو رونالدو هو اللي قدرك وهو اللي جه الدوري السعودي، على عكس ميسي ما رضاش باي عرض خالص وما رضاش يجي. دول كانوا كلمتين في قلبي حبيت افضفض بيهم معاكم ومع اخواتي وحبايبي السعوديين اللي على دماغي من فوق. وفي النهايه لازم تقول لي رايك في التعليقات ونتناقش مع بعض، مش لازم نشتم في بعض ونضرب في بعض. يعني في النهايه هي كوره وبس كده ابو الكباتن. اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.